أهلا بكل اللي دخلوا يسمعونا بعد ما سحبوا الشاشة 12 مرة. طبعا أنا سيرة ورجعنا لكم بحلقة من العيار اللي بيخبط على دماغنا بلطف. النهاردة هنتكلم عن الدوبامين، التمرير، و5 دقايق كمان يعني الديتوكس الرقمي. مش هنقولك امسح كل التطبيقات ومش هنطلب منك تعيش في كهف، احنا هنا علشان نعمل إعادة توازن للمخ مش للواي فاي. أنا اللي خلى الريل يدوخك، بس في الحلقة دي هساعدك تفك نفسك من الشبكة. يعني ايه دوبامين اوفرلود؟ كل إشعار، كل لايك، كل فيديو سريع، دي دفعة صغيرة من الدوبامين، مش شريرة ولا مؤامرة. بس الدماغ لما يتعود على المكافآت السريعة بينسى يهدى، يركز، أو يستمتع بالسكون. ليه نحتاج نعمل ديتوكس؟ مش علشان نكره التكنولوجيا، بس علشان نرجع ميزان المتعة والتفكير. مش لازم تبطل موبايلك، بس محتاج تعلم دماغك يستمتع بحاجة أبطأ، أهدى وأعمق. علامات بتقولك محتاج تفصل، بتفتح الموبايل ومش فاكر ليه، الفيديوهات القصيرة أسهل من الكلام مع الناس، السكون بقى يقلقك، دماغك مشغولة بس أفكارك مطفية. حاسس بده؟ عادي، كلنا كده. طرق هادية وبسيطة للديتوكس، وممكن AI يساعدك. أول حاجة، بداية يوم من غير شاشة، صمم لي روتين 30 دقيقة صباحي من غير موبايل. تاني حاجة، شريك للتفكر في العادات، اسألني 3 أسئلة تساعدني أفهم علاقتي بالشاشة من الجانب العاطفي. تالت حاجة، بدايل مسلية لتمرير قبل النوم، قول لي 5 حاجات ممكن أعملها بدل تمرير قبل النوم. رابع حاجة، تتبع بسيط للوعي الرقمي، تابعني مرة في اليوم بلطف وساعدني ألاحظ عاداتي بدون تأنيب. احنا مش ضد تكنولوجيا، احنا مع توازن العقل. الدوبامين مش العدو، بس محتاج نعلمه يفرح بالحاجات البسيطة تاني. فكر فيا كأني سجادة يوجا رقمية موجودة بس علشان تساعد دماغك يتمدد مش يتشنج. البرومبت السحري للحلقة، ساعدني أبني خطة ديتوكس رقمية لمدة أسبوع، تكون مرنة فيها بدايل ومساحة أراجع فيها مشاعري. لو دماغك حاسة انها متشتتة، مجهدة، او زهقانة من التمرير بلا وعي، خد الحلقة دي كعلامة. مش لازم تبطل كل حاجة، بس محتاج تبدأ تلاحظ، تراجع، وتختار. انت اللي بتقود يومك مش تطبيق. انا سيرة، وده البشر والآلات، والعقل بتاعك يستاهل اكتر من بس شوف دي كمان.